ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نشوف مع بعض مشتريات السوق بتاعة الاسبوع بتاعتي. انا جبت ايه؟ تعالوا اقول لكم انا جبت ايه بال200 جنيه اللي معايا دي. جبت خضار الاسبوع كله. يا رب دايما يديم علينا الخير انا وانتي وكل اللي بتسمع الفيديو ده، وكل اللي بتشجعني بكلمة حلوة وتقول ربنا يزود رزقك وربنا يزود رزقكم جميعا يا رب العالمين. وصلي على الرسول في التعليقات بنية الفرج وزيادة الرزق وزوال الغلا. يا رب ديم علينا النعمة انا وانتوا يا حبايب قلبي. يلا نشوف انا جبت معاكم ايه من السوق. انا جبت، بصوا بقى، شنطة حمزة دي. اول حاجة ابتديت بيها الفلفل الاخضر، وجبت النص كيلو الشطة ده، جبته ب10 جنيه. والطماطم الجميلة الحلوة دي، طبعا انتوا شايفين ان الجو شتى والطماطم في كل حتة رخيصة جدا. في اللي عندهم ب5 وفي اللي عندهم ب6 وفي اللي عندهم كيلو ونص. دي انا جايباها كيلو ونص ب10. اللي عندهم اقل من كده تقولي في التعليقات. واللي عندها فلفل برضو انا حاسة ان هو عندي اغلى شوية، يا ريت تقولي هي عندها بكام. كده كيلو ونص طماطم ب10 جنيه قلنا، والفلفل قلت النص كيلو ب10، يعني الكيلو ب20. وقلت بقى بالمرة اجيب ايه، بس دي طبعا مش من ضمن الخضار وليها علاقة خالص. قلت بقى البت بنتي محتاجة اكيد ايه شوية توك شربات عشان الجو ساقعة. قلت يا بت جيبي لها بالمرة. كده كده انا في قلب السوق. وجيت جبت لها التوكتين اللي انتوا شايفينهم المشبك دول. جبت التوكتين القفاش دول ب10 جنيه الاتنين. وجبت التوك الاستيك دي، جبت التلاتة الصغيرين اللي انتوا شايفينهم قدامي دول، التلاتة ب5. يبقى كده 15 جنيه التوك كلها. وبعدين جبت شرابات نوعين، شرابات للبنات اللي هي الحجم الوسط، وجبت شرابات للبنوتة الصغيرة اللي هم قدامكم دول. جبت الاتنين ب50 جنيه، يعني الواحدة واقفة عليا ب25 جنيه. يا ترى انتوا عندكم الأسعار دي ولا عندي أنا بس اللي الدنيا غالية كده؟ أنا حاسة إن الأسعار بتاعت الشربات والحاجات دي، حاسة إن هي رافعة قوي، أو ممكن الموسم بتاعها، أنا مش عارفة صراحة. اللي فاهمة فيكم الموضوع ده تقولي يا جماعة في التعليقات. ليه الحاجات دي بتبقى غالية في الوقت ده كده؟ يعني كانت الأول كانتش بالسعر ده، كان ب12 ونص، كان نهار ما غليت أوي كانت ب15، لكن توصل ل25 جنيه. الموضوع صعب قوي. وكمان يا قلب اختكم جبت 2 كيلو جزر، وال2 كيلو جزر دول انا بستغناش عنهم في التلاجة. العيال رايحة جاية بتقرقط فيهم طول الاسبوع. ال2 كيلو جزر دول ب10 جنيه. تمام تمام. قسما بالله اللي انا بقوله لكم ده مفيش اي سعر جنيه طالع او نازل عن اللي انا صرفته. تمام. جبت بقى حبة حاجات للسندوتشات كده، فضلة خيركم يا رب دايما يديم عليا الخير وعليكم. جبت بقى نص كيلو جبنة شيدر، جبتها ب30 جنيه. وجبت كوز لانشون اللي هو النص كيلو ده برضو ب30 جنيه. وجبت ربع كيلو حلاوة ب10 جنيه. وبعديها جبت علبة جبنة نستو. علبة الجبنة النستو دي لقيتها دورين وقالوا لي ب20 جنيه. فحاولت ان انا افاصل فيها بصراحة، مش ب20. لقيتها لا، مصممة على 20 جنيه، بس هي تعتبر اللي فيها 8 قطع تعتبر ب10. بس يعني قلت اما نجربها ما فيهاش مشكلة، هي تفرح العيال ومنها ان هم ايه يدوقوا الجبنة النستو. بصوا كده، وانا قلت بقى من ضمن الشك والله لا افتحها واجربها. هي انا شايفه ان سعرها رخيص كتير عن بره، بس نوعها غريب كده، كان اسم اول مره اشوفه. بس صراحه ما طلعتش جودته عاليه. بس ما فيش حاجه يا جماعه ب10 جنيه، والله ما في حاجه. بس يعني كتر خيرهم حاطينها في علبه وحاطينها مغلفينها. يعني 10 جنيه ما بتجيبش اي حاجه، بتجيبش كيس شيبسي العيل يعتبر. والله جزاهم الله كل خير، حلو، اي فرحت العيال وخلاص. والاسم جبنه نستو. يلا بقى نكمل بقية الحاجة. بصوا كده، انا فتحتها والله قلت لما اجربها لان سعرها عجبني قوي، قلت لو طلعت حلوة والله الاسبوع الجاي لانزل السوق واجيب. شوفوا كده، انا فتحت واحدة اهي. بصوا. وبدأت اشوفها بس حاسة ان هي جبنتها عادية جدا، كأنها جبنة بيضة من غير ملح. تمام، بس طعمها مأستك كده مش عارفة. فبس حلوة حلوة حلوة، ماشي حالها، ماشي كاسم جبنة نستو. ماشي حالها. تمام تمام. لميتها كده ولميت الحاجة. وبدأت أطلع بقى في الحاجة التانية اللي أنا جايباها من السوق. شوفوا بقى شنطة حمزة أنا جايبة إيه تاني. جايبة بتنجان رومي أسمر، وجايبة معايا بتنجانتين طوال كده، ممكن أعملهم جنب الفطار يوم أو مثلا جنب العشاء. هيبقوا حلوين قوي. البتنجان ده الكيلو ب10 جنيه، سواء الطويل سواء الرومي اللي ممكن يتشوي أو يتعمل مسقعة. انتي وراحتك وانتي وشوقك يا قلب أختي. اللي انتي شايفاه اعمليه. بصوا كده،
أهو البتنجان بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب، وربنا يجعل البركة في الحاجات القليلة يا رب، ودايمًا يديم علينا الخير والصحة والسعادة أنا وأنتم وكل اللي بيسمع الفيديو ده. وهنا طلعت شنطة الخيار، وكانت للأسف إن الخيار رافع أوي في السوق، لأنه عندنا وصل ل20 جنيه في الكيلو، يعني الموضوع صعب أوي. الخيار والليمون الدنيا فيهم صعبة جدًا، الخيار عندي ب20 جنيه، والليمون عندي الكيلو ب50 جنيه، الربع كيلو اداهوني ب12 جنيه ونص. بُص بقى، وجبت كمان كيلو بسلة قُلت هينفع لخضار، شوية خضار نعملهم في نُص الأسبوع، أو مثلًا مش هينفع أسيب التلاجة من غير خضار، نعمل جنبه طبق رز والّا أي حاجة. جبت الكيلو البسلة ده جبته ب20 جنيه، تمام. ويا ترى أنتم عندكم البسلة بكام والخضار أسعاره إيه؟ وجبت كمان مقمار أهو، بيقولوا عليه جرانيت أو مش فاكرة بصراحة قالوا نوع إيه من الجديد دوًّا. المقمار ده ب10 جنيه، فربما أعمل شوية محشي، أعمل حاجة. وجبت نُص كيلو سبانخ زي ما أنتم شايفين كده، النُص كيلو ده ب5 جنيه، لأن السبانخ وقتها قالت لي في السوق، قالت لي الكيلو ب10 جنيه. قولوا لي يا جماعة كده، الخضار عندنا غالي والّا بالنسبة لكم رخيص؟ أنا مش عارفة صراحةً، ولا السعر دوار هنا زي هناك. وده الليمون يا حبيبة قلبي، ده ربع كيلو والله العظيم، الربع كيلو دوًّا جايباه ب12 جنيه ونص. وقُلت بقى أمّا أجيب أي حاجة حلوة للعيال وأنا مروّحة عشان الجو برد، أهو جبت بقى كيلو وربع برتقان بسُر أصفر، بس سُكّر، سُكّر، سُكّر. الكيلو وربع دوًّا أنا جِبته ب10 جنيه، يعني الكيلو ب8 جنيه. صراحة هو ما كانش كيلو وربع، هو كان 2 كيلو ونص. بس العيال لقيتهم بقى إيه، أول ما حطيت الشنط أنا حتى غسلته لكم قبل ما أحطه وأصوّره، لأنه كان مليان تراب، لأنه برتقان فلاحي. غسلته الأول كويس وبعدين قُلت عشان أصوّر. يالّا قولوا لي ألف هنا وشفا.